السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكسكسي. هعمله بقى معاكم بطريقة سهلة، لو انت اول مرة تعمليه ان شاء الله هيظبط معاكي. ما ضفتش مع دي الا مكون واحد بس بيخلي الكسكسي بجد مفرفر وكمان جميل جدا. هقولك عليه بس يا ريت بقى تتابعي لحد الاخر. ويا ريت قبل ما ابدا، يا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا معايا كده 2 كيلو من الدقيق زيرو، نخلته كويس في الاول، يعني اي دقيق لازم تنخليه. ضفت مع الدقيق كده نص معلقة ملح، الملح لازم في اي معجنات. وضفت بقى معلقة كده خلت معايا الكسكسي ناجح على طول من اول مرة. ضفت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بجد بتخلي الكسكسي جميل جدا. انا عايزاكي تجربيه بس بالخطوات اللي انا هقولك عليها علشان يطلع ناجح معاكي من اول مرة. في الاول كده هتحطي الدقيق في حاجة واسعة، في صينية او طشت، بس اهم حاجة ان هو يكون استلس علشان لسه هنبرم الكسكسي. ما ينفعش خالص ان انت تعمليها في حاجة ألمونيا علشان العجينة ممكن تزرق وانت بتعملي. هنجيب بقى ميه في البخاخه وايد ترش والايد التانية تقلب لحد ما الدقيق يختفي. هنوقف ميه ونبرم في جنب واحد، ما تبرميش العكس عشان الكسكسي ما يعملش كتل عجين. احنا عايزينه مفرفر، وكمان معلقه البيكنج باودر بجد بتخليه مفرفر جدا، وهتعمليه ان شاء الله هيعجبك جدا. هي معلقه واحده، ما بتكتريش، يعني معلقه واحده للكميه اللي انا عاملاها. هي مفيش خمر ولا حاجه، بس بتخليه خفيف وهاشش، وكمان طعمه بيبقى جميل جدا. ايد بقى بترش والايد التانية بتبرم، وكمان بنفضل نعمل في الخطوه دي لمده ربع ساعه لحد ما نلاقي الدقيق اختفى خالص. دي كانت اول خطوه معانا، وعلشان نتاكد كمان ان هو ما فيهوش اي دقيق هننخل الكسكسي باي منخل عندنا، يعني منخل سلك او منخل بتاع دقيق. هننخل بقى الكسكسي علشان اتاكد ان هو فيه دقيق ولا لا. انا عايزاكي بقى تظبطي اول خطوه علشان ساعه ما تيجي تنخلي الكسكسي ما ينزلش معاكي دقيق خالص. شايفين ما شاء الله مفيش نسبه دقيق، حاجه بسيطه خالص. مش هنرمي اي حاجه، احنا برضه هنرش عليها ميه وهنضيفها مع الكسكسي. انا عايزاكي النهارده لو عملتي 2 كيلو هتلاقيهم 3 كيلو. مفيش حاجه خالص هنرميها خالص من الكسكسي. انا عامله كمان الكسكسي بطريقه زمان، يعني بالغربال. يعني انت ممكن تعمليه بالكبه لو انت حابه، بس انا حابه ان انا اعمله بالغربال واوريه لاولادي. بجد كانوا قاعدين مبسوطين جدا. انا كده هنخل بقى الكميه كلها، وهطلع منها نسبه الدقيق علشان اتاكد ان هي ما فيهاش اي دقيق خالص. شايفين بقى نسبه الدقيق اللي طلعت معايا؟ هي معلقه واحده بس. وزي ما قلتلك ان احنا مش هنرمي اي حاجه خالص. هنجيب البخاخه ونبرم جنب واحد، واول ما نتاكد ان هي بقت كسكسي مش دقيق هنضيفها على طول مع الكسكسي. شايفين بقى خطوه بسيطه جدا، بس لازم نتاكد ان هي ما فيهاش اي دقيق. تعالوا بقى للخطوه التانية، وهي خطوه سهله جدا. احنا هننزل الكسكسي من الغربال، وممكن انتي تعمليها في الكبه لو انتي حابه. انا بقى مش هنزل بالكسكسي كله مره واحده، انا هنزل كده بطبقين. في الاول هنخل الكسكسي بالغربال، والباقي القطع اللي هي بتبقى فوق هفتل بقى جنب واحد. يعني الكبه لو حطيتيه في الكبه هتلف جنب واحد. احنا هنعمل نفس الحكايه في الغربال، هنحط في الغربال وهنبرم جنب واحد علشان الكسكسي يفتل معانا ويبقى شكله بجد تحفه. اوعى تعملي العكس، علشان العكس هيخلي العجين هيبقى معاكي كتل عجين كبيره. اللهم بارك، الكسكسي مفتول وجميل جدا وما بياخدش وقت خالص، ونزلت من الغربال. انا عايزاكي بقى تمشي معايا خطوه خطوه، وان شاء الله هتطلعيه بجد تحفه. ولو عملتيه في الكبه ما تكتريش خالص في الكبه علشان ما تسخنش معاكي، وبرميه حلو ما تستعجليش عليه علشان يبقى مظبوط معاكي. وكمان يعني هتعمليه على كذا مره مش مره واحده، هتنزلي كده الكيلو او ال2 كيلو اللي انت هتعمليهم على كذا مره لحد ما تعمليه ويفتل معاكي زي ما انت شايفاه كده. اللهم بارك، من قبل ما يخش يستوي بجد تحفه. تعالوا بقى نشوف السوا، وهو اهم حاجه علشان نسوي الكسكسي بطريقه مظبوطه وما يعجنش معانا خالص، علشان في ناس بتيجي تسوي الكسكسي فبيعجن معاهم. انت بقى هتحطي 200 جرام ميه، يعني ملو المج. ملو المج يا جماعه هيسوي الكسكسي علشان هو بيستوي على نار هاديه، وكمان بنوطي النار خالص. وهقولك هياخد معاكي وقت قد ايه علشان يستوي معاكي ويطلع معاكي مظبوط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل مني.
يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. اللهم بارك. شايفين الكسكسي مش محتاج ان هو يستوي خالص، يعني ما فيهوش اي كتل عجين ومش معجن خالص ومفرفر، علشان الخطوه الاولى كانت مظبوطه معايا ونزلت واحده واحده بالبخاخه ميه، ما كترتش ميه، علشان كده ما فيهوش كتل عجين خالص وما غلبنيش خالص. يبقى الاهم حاجه تظبطي اول خطوه. لو ما عندكش بقى حله الكسكسي ممكن تسويه في اي حله. هتجيبي حله وعليها مصفى تكون بتركب كويس علشان ما تطلعش معاكي البخار، ولو لقيتي فيه فراغات بين المصفى والحله قفليها كويس بالمناديل. هتجيبي المناديل وتبليها ميه وتقفليها، وبعد كده ترفعيها على النار، واول ما الميه تغلي هتكوني مجهزه بقى الكسكسي في شال ابيض. اول ما تلاقي بقى الميه غلت هتوطي النار خالص، وبعد كده هتضيفي الكسكسي، ومن فوق الكسكسي كده هتغطيه بغطا الحله. هتسيبيه بقى على نار هاديه لحد ما تلاقي كده ريحته ظهرت في المكان. بجد ريحته وهو بتستوي بجد ريحته تحفه، مش عايزاكي تستعجلي خالص وتنزليه الا لما تلاقيه استوى معاكي. ازاي بقى تعرفيه استوى ولا لا؟ هتخبطي على الكسكسي من فوق، لو طبل يبقى كده الكسكسي استوى مظبوط، وكمان علشان تتاكدي هتذوقيه، لو ندغ معاكي يبقى كده الكسكسي مظبوط، يبقى هيندغ معاكي يبقى كده الكسكسي استوى مظبوط. انا كده هفضيه. شايفين بقى مفيش حاجه لازقه معايا خالص ولا معجن، واللهم بارك، وهو لسه سخن كده هفكفكه على طول. الكسكسي هي اكله من اكلات زمان، بس في ناس كتيره لسه بتعمله، وعشاقة الكسكسي بالحليب او بالشوربه بجد بيبقى طعمه تحفه. في الخطوه دي يا جماعه انا عايزاكي سريعه كده وتضغطي شويه علشان تفكفكيه على طول. مفيش بقى الا خطوه معانا وهي اخر خطوه وسهله جدا. بعد ما بيهدى معاكي كده هتقومي حطيه في الكبه وتشغلي الكبه تلف مره او اتنين، وبعد كده تعملي الكميه كلها. اللهم بارك. بيبقى بقى خلاص جهز معانا، وكده خلاص ممكن تفرزيه، وكل ما تحتاجي منه تطلعي وتعملي. انا هنزله تاني بالغربال. الخطوه دي بقى هي سريعه، بينزل بسرعه يعني مش هياخد معانا وقت. وبعد كده علشان نطعمه وعايزينه طعمه حلو، ممكن تضيفي له بقى معلقتين كبار من السمنه، اي نوع سمنه انت بتفضليها، سمنه بلدي او سمنه عاديه. هو كده جهز معانا، مش محتاج ان احنا نرجعه تاني حله الكسكسي ونسويه تاني، علشان في ناس كتيره بتسويه على مرتين. انت هتسويه من اول مره مظبوط، يبقى مش محتاج ان انت ترجعيه تاني وتسويه. بعد ما نزلته بالغربال يا جماعه شايفين بقى شكله، اللهم بارك، فكفك، وكمان اللهم بارك مفرفر وخفيف جدا. هضيف بقى المعلقتين السمنه، هقلب بقى السمنه كويس جدا مع الكسكسي، وادي كده خلص الكسكسي. خطواته سهله جدا وبسيطه، انا عايزاكي بقى تجربيه بس بنفس الخطوات، بجد خطوات سهله وهيطلع معاكي مظبوط من اول مره، وبجد تحفه وبيقطع كميه عسل. انا عملت كده ال2 كيلو عملوا معايا 3 كيلو. هفرزه وكل ما احتاج منه هطلع. اتمنى بقى ان يكون خطواتي بسيطه وتكون طلعت حتى لو معلومه بسيطه، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناه، واستناني في فيديو جديد. السلام عليكم.